واحنا والشعب المصري هيرفضكم لاننا عرفناكم. خليكم بره. لما البلد دي تتحرر ممنوع تنزلوا لانكم ما وقفتوش جنبها، لانكم بتستفادوا من مرتبات كبيره بالاف الدولارات وقاعدين وما يسموا اسمكم عارضه. بتشتغلوا من تحت لتحت عشان تعملوا عمليه مقايضه سياسيه. طب الناس اللي بقى لها 10 سنين في السجن والناس اللي ماتت والبنات اللي اغتصبوا انتوا معارضه؟ وكل واحد فيكم عنده قناه مليونيه. والله الذي لا اله الا هو لا تتحاسبوا زيهم، لا كله يتحاسب، اللي بره واللي جوه. اللي مش هيقول كلمه حق، اللي مش هيدافع عن البلد دي، اللي مش هيدافع عن الشعب ده ويجيب له حقه، مش عايزين حاجه. ويعلم الله سبحانه وتعالى مش عايزين اي حاجه، عايزين ننجح. بلاش الراجل الكلب ده. خليكم تجاهلوا لكن احذروا. والله احنا جايين. احنا جايين وثوره المفاصل جايه. ثوره المفاصل ومنظمه وليها قياده وعلى الارض وخطط ولينا مصادرنا ولينا ناسنا اهي. بكره عندنا قياده جاهزيه طفي النور. تضامن مع اهالي الوراق واهالي جنينه واهالي الماظه والمطريه ونزله السمان والاراضي اللي اتهجرت في سينا كلها. خدوا بالهم كل الاراضي. بكره هعمل البث الساعه 8 لتكمله هذه الفضايح. والناس المفروض بعد ما تسمع تخش على طول تطفي النور. عايزين مصر بكره كلها ضلمه. عايزين القياسات الجاهزيه اللي جايه الناس تنزل تتفاعل وتلعب بالنظام. هم مرعوبين. اقسم لكم بالله مرعوبين من الشعب المصري. ليه الشعب المصري ساكت؟ غاز بيحصل تطهير عرقي واباد كامله. احنا ساكتين ليه؟ احنا موحشه. التاريخ هيحاسبنا. الناس اللي بتموت دي اهالينا واخواتنا، وهيجي علينا يوم نموت زيهم لو فضلنا ساكتين. اباد كامله. احنا ساكتين ليه؟ احنا موحشه. احنا ساكتين ليه؟ احنا موحشه.